كيفاش تمشي من الدار البيضاء لمطار محمد الخامس في النواصر بأرخص طريقة ومرتاح؟ الطريقة هي تمشي في التران اللي ثمنه ديالو 50 درهم للشخص الواحد، وكيدي من كازا بورت كيفوت على كازا فواياجور ثم كازا أوسيس ثم المطار، وراه من مركب كيبقى الثمن 50 درهم وزيدها. مكانش ديك الطريقة ديال مثلا نجي انايا من الرباط ديريكت نفوت للمطار، حيت التران ديال المطار بوحدو. بعد كتكتب او ان سي اف، من بعد كتلقى الصفحة هذه الأولى هذه لا، كتمشي لهادي اللي كتكون بالأحمر كتوطى عليها، كطلع لك الصفحة هذه كما كتشوف. مالك الا تكتب هنايا يعني من تبغي تمشي نتا، يا اما كازا هانت تشوف، يا اما كازا بورت، كازا فواياجور ثم كازا اوسيس. كيبدا من كازا بورت كيفوت على فواياجور، من تما اوسيس، من تما للمطار. نبداو حنا نختارو بورت. نديرو كيعطيك اول اختيار اللي هو ايروبورت محمد الخامس. كدير التاريخ نتايا اللي بغيت، مثلا نديرو حنايا 19. الشخص شحال بغيت تذكيرة، يا جوج يا ثلاثة يا ربعة على حسابك نتايا. وكتختار الكلاس اللي بغيتها، يا فيرست كلاس يا دوزيام كلاس يا النعاس. شنو يدير بالنعاس تاهي تما، كدير سيرش. هانتوما عطاك قاع النتائج، وراه كيبدا من 6. عفوا كيبدا من 5. فاش كيسالي قاع حتى شحال هادي تقريبا 3. تقريبا راه كل ساعة كاين، ولا كل 50 دقيقة كاين تران. كل ساعة كاين تران كل ساعة. والثمن كيبقى 50 درهم. 50 درهم سوا من كازا بورت، سوا من كازا فواياجور، سوا من كازا اوسيس، ما كيتغيرش. 41 دقيقة، 47 دقيقة، 47 دقيقة، 47، 45 دقيقة، 45 دقيقة. وتقريبا راه أغلب شي نقولكم شي 50% ديال هاد الوقت كيكون كيقضي غير من كازا بورت حتى كازا أوسيس، حيت كازا كبيرة بزاف. وصافي، هذا مكان. كان جربوا كازا فواياجور ولا كازا أوسيس مثلا. ديرو نديرو هاد الأشخاص ولا 4 الأشخاص. وهي النتائج. بالنسبة للتمر أعطيكم ال4 الأشخاص 20 دقيقة، 25 دقيقة، 25. ولكن الثمن كيبقى نفسو 50 درهم. 50 درهم سوا من كازا بورت سوا من كازا أوسيس، وخا كازا أوسيس هي الأقرب للمطار. هانتوما كتشوف تقريبا كيما قلتلكم النص ديال الوقت، أكثر من النص تقريبا، شي 55% ديال الوقت كيفوت غير من كازا بورت حتى لكازا أوسيس. من بعد كيمشي حتى المطار قريب، حيت كازا أوسيس تقريبا من جهة المطار قريبة ليها. وحتى بالنسبة للسوايع راه كيوصل 3 و15 حتى العشية تقريبا كيكون خاوي المطار. وصافي هذا مكان. واللي بغا يحجز اونلاين يقدر يحجز. ماشي ضروري تحجز، حيت كيكون الوفرة في البلايص، يعني ما تخافش ان البلايص يعمروا كاملين، حيت كل ساعة تقريبا ما كاينلاش. من الاحسن تعال تما وقطع الورقة ديالك وانت كتكمل البروسيس عادي. وهذا ما كان. واللي عنده شي تساؤل يكتبوا لي في التعليقات وانا غادي ندير عليه فيديو. وما تنساوش نتوما اللي كتحدوا شنو غادي يكون في الفيديو القادم. ما عليكم الا تطرحوا الاسئله في التعليقات وتهلاو في راسكم.